كان بيشاور لي ناحية الأوضة. دخلت وشفت مشهد أفظع من اللي شفته في المطبخ. كأن الأوضة فيها مجزرة. شاب مصلوب على الحيطة بشكل مقلوب، دماغه تحت ورجله فوق. وشفت هنا بوضوح الرسمة اللي كانت تحت الجثة في المطبخ. الجثة جوه نجمة خماسية، وفي كاميرا محطوطة على ستاند قدام الحيطة اللي الجثة مصلوبة عليها، وفي ترابيزة عليها كوبايات فيها آثار شاي. قربت من الجثة أكتر، والأصعب لما شفت صدره مشقوق نصين، وباين قوي إن مكان قلبه مجوف، يعني قلبه مش موجود. المنظر كان لا يحتمل. قمت وقفت وسألت أحمد: احكي لي بقى، إيه اللي حصل؟ أنا فادي فيكتور، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي الليل. جاي لكم النهارده بقصة من كتابة أحمد مدحت وإعداد شادي إسماعيل. في البداية وجب التنويه، القصة للكبار فقط، وده لبشاعة الجريمة في قصة النهارده. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تسمعني وعجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد دايما. وكمان ما تنساش تشترك في جروب حكاوي الليل على الفيسبوك، هتلاقيني سيب لك لينك الجروب في الوصف والكومنت المثبت. ومن غير بقى ما اطول عليكم، يلا نبدأ حكاية جديدة من حكاوي الليل. كنت قاعد في مكتبي وماسك تليفوني بقرا خبر ترند بقاله كام يوم. حادثة حصلت في إحدى الدول الأوروبية. الأهالي بلغوا عن شاب قاعد في ساحة بيته قدامه جسم بنت ميتة، وعرفوا إنها ميتة بسبب الدم اللي كان بينزف من رقبتها، وهو كان قاعد جنبها بمنتهى الهدوء بيشرب من الدم اللي بينزل من رقبتها. وبعد ما خلص فضل قاعد جنبها وهو بيتمتم بكلام مش مسموع، ورافع عينه للسما ومبتسم. حتى لما الشرطة وصلت وقبضت عليه ما قاومش ولا حاول يهرب، ومشي معاهم بمنتهى الهدوء. وبعد فحص جثة البنت اكتشفوا انها تم الاعتداء عليها جنسيا، وعلى جسمها آثار تعذيب شديدة من حروق وكدمات. وبعد معاناة من التحقيقات مع الشاب ده ما كانش بيتكلم ولا بيصدر منه أي ردة فعل. كل اللي كان عامله إنه رافع عينه لفوق ومبتسم، وشفايفه بتتحرك بكلمات مش مفهومة ولا مسموعة، لحد ما في يوم فهموا منه جملة واحدة بس كان بيقول فيها: سيتان قد رضي عني. تاني يوم فتحوا الأوضة اللي هو فيها ملقولوش أي أثر، كأنه اتبخر. ولما رجعوا الكاميرا اللي في الأوضة لقوها بايظة ومشوشة. خلصت قراية الخبر ونزلت لآخره عشان أشوف الصور. شفت صورة البنت المقتولة، وشفت صورته. كان شاب نحيل جدا، وبدقن طويلة وعيون داخلة جوه وشه. واللي لاحظته كان وشم على رقبته، وشم على شكل نجمة خماسية مرسومة حوالين راس كبش بقرون طويلة. كنت منغمس في قراية الخبر والصور لدرجة إني نسيت أحمد قاعد معايا في المكتب. بصيت له لما اتكلم وقال: آدم باشا، سرحان في إيه؟ ها؟ لا أبدا، ده خبر كده ترند اليومين دول. خبر إيه؟ أنت مش بتفتح نت يا ابني ولا إيه؟ مش بتابع السوشيال ميديا؟ يا باشا أنت عارف إني على وش جواز. أنا كل اللي متابعه أسعار السيراميك، أسعار الخشب، الحاجات دي. ضحكت وأنا بناوله تليفوني عشان يقرا الخبر. مسك التليفون وقرا المكتوب، وبعدين رجع لي التليفون تاني وهو بيقول: يا ساتر يا رب، إيه ده يا ريس؟ عبدة شيطان. هو في حاجة اسمها كده؟ دي كلها تخاريف. ما اللي زي دول من ضمن طقوسهم إنهم يشربوا مخدرات بكميات كبيرة، فبيتعموا بعيد عنك، وهم أصلا عندهم إيمان باللي بيعملوه، فالمخدرات بتعيشهم في اللي هم مؤمنين بيه، وبيعملوا التصرفات دي على أساس إن الشيطان هو اللي بيقول لهم يعملوا كده. أعوذ بالله من القرف ده. كويس إن الحاجات دي ما بتحصلش عندنا. لا، ما كان في منهم زمان في أواخر التسعينات كده، مسكوا كام عيل في قصر البارون بيعملوا الطقوس دي. طب إيه اللي يخلي بني آدم عاقل يعمل كده؟ يأس ولا فقر ولا إيه بالظبط؟ والله يا أحمد مش عارف،
بس هو مش فقر، لأن أغلب اللي اتمسكوا وقتها كانوا من ولاد ناس مشهورين وأغنياء جدا. هي معظم المصايب بتيجي من الناس اللي معاها فلوس. عندك حق، الشاب من دول بيلاقي الفلوس كتيرة في إيده ومفيش حد بيحاسبه على تصرفاته، فطبيعي هيعمل اللي في نفسه. قمت من على المكتب وأنا بقول لأحمد: أنا هروح بقى عشان هموت وأنام، عشان في شيطان بيحضر في البيت لما بتأخر. ضحك أحمد وهو بيقول لي: أنت هتخوفني من الجواز ليه يا باشا؟ لا ما تخافش، انجز بس أنت وفرحني بيك، عشان بصراحة عايزك تاخد أجازة وارتاح منك شوية كده يا باشا. تسلم يا قائد. ضحكت وخرجت من المكتب، خدت عربيتي وروحت البيت. كانوا قاعدين على القهوة كعادتهم كل يوم. قربت عليهم وأنا سامع عصام بيقول لنور ومجدي: هو فين ابن الملبوسة ده؟ ما بيظهرش غير بمزاجه. رد عليه مجدي وقال له: ما انت عارفه، طول ما عنده قصة بيكتبها ما بيظهرش. اتكلم نور وقال لهم: يا جدعان انا بقيت بخاف منه والله، الواد ساهر من كتر قصص الرعب اللي بيكتبها، عينه بقت على طول مبرقة. كنت واقف في ظهرهم وبيتكلموا في ما كانوش شايفيني. وطيت على الارض عشان امسك رجل نور وانا مطخن صوتي وبقول له: ها وايه كمان؟ اتخضوا التلاتة واتنطروا من مكانهم، ونور من خضته فضل مبرق ومخشب مكانه. قربت عليه وانا مش قادر امسك نفسي من الضحك، هزيته وانا بقول له: ولا يا نور، فوق يالا انا ساهر ما تخافش. اتكلم مجدي وقال لي: الله يخرب بيتك، هتوقف قلب حد فينا في مرة. مسك عصام كوباية مية ورش شوية على وش نور اللي شهق وفتح عينيه، بعدين بص لي وقال لي: يعني ادعي عليك بايه دلوقتي؟ والله رأيت الكرسي يمكن تتحرق. ضحكنا كلنا وانا بقول له: خلاص بقى قلبك ابيض. بص لي عصام وقال لي: انت مش ناوي بقى تكتب لي حلقة جديدة؟ نفخت وانا بقول له: انت تاني لما تبقى عارف انت عايز تعمل ايه في قناتك وتنتظم عليها هبقى اكتب لك. حاضر. يعني ايه؟ يعني انت مش مستمر في تنزيل الفيديوهات وما عندكش هدف عايز توصل له، عايز تعمل فيديو وترميه على اليوتيوب وخلاص وبس كده، رغم ان فيديوهاتك جامدة وعندك قبول وطريقة القائك مخليه الناس تحبك. طب بس اكتب لي حلقة، انا اللي معطلني اليومين دول اني مش لاقي موضوع. سرحت شوية وانا بفكر لحد ما اتكلم مجدي وقال: واللي يجيب لكم فكرة. سألته بسرعة: فكرة ايه؟ تدفع كام؟ يا عم انجز، ندفع ايه واحنا حالتنا حاجة؟ طب خلاص مش قايل، لما يبقى معاكم تمن الفكرة بقولها لكم. رد عليه عصام وقال له: قول بقى عشان خاطري. ماشي عشان خاطرك انت بس يا عص. بصوا يا جدعان، في حادثة طالعة ترند اليومين دول، واحد قتل واحدة بعد ما اغتصبها وشرب من دمها، بيقولوا انه كان من عبدة الشيطان. رديت عليهم بحماس وقلت: اوبا، هي دي المواضيع، انا سمعت فعلا عن الموضوع ده. شهرق نور وهو بيشرب من كوباية الشاي، وبعد ما خد نفسه قال: يا ستار يا رب، انا لو عملت الحلقة دي يا عم عصام انا مش هعمل المونتاج بتاعها. قلت له وانا بضحك: هتفضل ارنب كده لحد امتى؟ كان هيقوم يضربني، بس عصام مسكه وقال له: اقعد بقى، ما انت عارف هزاره بايخ ودمه يلطش. المهم كمل يا مجدي. بس يا سيدي، فايه رأيكم نعمل حلقة عن عبدة الشيطان؟ رد عصام وقال له: فكرة رايقة، خلاص يبقى اتفقنا. بصينا احنا التلاتة لنور اللي لاحظت من اول ما قعدت انه عمال يهرش في ظهر ايده، فقلت له: انت جربت يالا ولا ايه؟ ما تنطق. فبصلنا وقال: انا مش عارف ايدي بتاكلني كده ليه. المهم خلاص هقول ايه يعني، مكتوب على اللي جابوني انكم تبقوا اصحابي. بصلي عصام وقال لي: هتخلصها امتى؟ اديني يومين. قشطة. عدى اسبوع واخيرا بقينا الخميس بالليل، وبعد سهرة حلوة مع مراتي وابني قفلت منبه التليفون، ونبهت على مراتي تسيبني نايم وما تصحينيش غير لما انا اصحى. كنت عايز اريح من اسبوع شاق، بس اللي ما عملتش حسابه
إن في منبه تاني ما بيتقفلش بشكل إرادي، منبه الجرايم. وأنا نايم سمعت صوت تليفوني بيرن. افتكرت في الأول إني نسيت منبه من المنبهات اللي بظبطها، فمن غير ما أفتح عيني قفلت الصوت. مفيش دقايق ولسه هروح في النوم مرة تانية، التليفون رن تاني، ومعاه صوت مراتي بتقولي بصوتها النعسان: يا آدم تليفونك مش مبطل رن. فتحت عيني وأنا متضايق، مسكت التليفون بعنف، لقيت إنه مش منبه، ده أحمد بيتصل بيا. لسه هرد بس كانت المكالمة فصلت، لقيته متصل بيا فوق 10 مرات. اتصلت بيه ولقيته بيقول لي: آدم باشا، أنا آسف والله بس في جريمة لازم تكون موجود. جريمة؟ بصيت في تليفوني لقيت الساعة داخلة على 4 الفجر. جريمة إيه يا أحمد؟ يستحسن تيجي يا باشا. قال لي العنوان وأنا قمت من سريري بالعافية. صحيت مراتي مع حركتي وقالت لي: رايح فين يا آدم دلوقتي؟ الظاهر إن في حاجة خطيرة يا حبيبتي، نامي انتي. طب خلي بالك من نفسك. حاضر. نزلت من البيت، خدت عربيتي وطلعت على العنوان اللي قال لي عليه أحمد. أول ما وصلت لقيت ناس واقفة قدام العمارة. طلعت الدور الأول ودخلت الشقة. كانت ضلمة ومفيش فيها مصدر إضاءة غير كشافات تليفونات الضباط المعمل الجنائي، وتليفون أحمد اللي واجهه ناحيتي وهو بيقول لي: آدم باشا. رحت ناحيته وأنا ببص حواليا، لاحظت شوية شمع في أركان البيت بس مطفيين، وفي ريحة وحشة جدا. نورت كشاف تليفوني ودورت بيه في الصالة، وتاني حاجة لاحظتها هي وجود آثار دم على الحيطان. ولعت سجارة وأنا ببص لأحمد وبقول له: إيه الحكاية؟ جريمة بشعة، اتفضل معايا يا ريس، شوف بنفسك. مشيت وراه وهو ماشي في الطرقة، وأول باب وقف عنده كان باب المطبخ. كان واقف وحاطط منديل على بقه ومناخيره. بصيت وشفت جثة واقعة على أرض المطبخ، جثة شاب وتحته بركة دم، وراسه ما كانتش بين كتافه، دي كانت على صدره بالمعنى الحرفي. راسه مفصولة من على جسمه ومحطوطة على صدره. قربت بكشاف موبايلي أكتر ووطيت جنب الجثة، لاحظت إن في حاجة مرسومة تحته. حركت إيدي بكشاف الموبايل فوقيه، فاكتشفت إن الجثة محطوطة وسط دايرة وتحتها رسمة مش عارف أشوفها. بصيت لأحمد وسألته: إيه اللي حصل؟ اتفضل معايا يا باشا، لسه في جثة تانية. كان ماشي في اتجاه الأوضة اللي في آخر الطرقة، بس عدينا على حمام اللي كان واقف عليه 2 عساكر. بصيت جوه الحمام وشفته شاب قاعد مربع في أرض الحمام. وجهت ضوء الكشاف ناحيته، كان أسمراني ومعلهوش غير ملابسه الداخلية. كان قاعد بيفقر بجسمه قدام وورا، ووشه مليان دم. كان باصص في السقف وشفايفه بتتحرك بكلام مش مسموع، وقدامه على الأرض حاجة ما كنتش قادر أشوفها بوضوح. سرحت وأنا حاسس إني شفت المنظر ده في مكان قبل كده، بس فقت على صوت أحمد وهو بيقول لي: هنرجع له يا باشا، اتفضل. كان بيشاور لي ناحية الأوضة. دخلت وشفت مشهد أفظع من اللي شفته في المطبخ، كأن الأوضة فيها مجزرة. شاب مصلوب على الحيطة بشكل مقلوب، دماغه تحت ورجله فوق. وشفت هنا بوضوح الرسمة اللي كانت تحت الجثة في المطبخ. الجثة جوه نجمة خماسية، وفي كاميرا محطوطة على ستاند قدام الحيطة اللي الجثة مصلوبة عليها، وفي ترابيزة عليها كوبايات فيها آثار شاي. قربت من الجثة أكتر، والأصعب لما شفت صدره مشقوق نصين، وباين قوي إن مكان قلبه مجوف، يعني قلبه مش موجود. المنظر كان لا يحتمل. قمت وقفت وسألت أحمد: احكي لي بقى، إيه اللي حصل؟ بلاغ جه من البواب بيقول إن سمع صوت صرخة جامدة صحته من النوم. طلع وقف على السلم عشان يعرف الصوت جاي منين، لحد ما سمع نفس الصرخة تاني. عرف إنها جاية من الشقة دي، ودي شقة أبو الولد اللي في المطبخ. طلع وفضل يخبط على باب الشقة بس محدش فتح. الجيران بدأوا يتجمعوا لما سمعوا الصرخة. في الآخر استقروا إنهم يكسروا الباب، ولما كسروه ودخلوا شافوا المنظر اللي حضرتك شفته ده. والشاب اللي في الحمام ده دخلوا لقوه قاعد كده،
محدش قدر يقرب له. الجيران قالوا انهم شافوه بياكل في قلب بني ادم، عشان كده كانوا خايفين يقربوا منه. يعني اللي واقع على الارض في الحمام قدام الشاب ده قلب الشاب المقتول؟ ما كنتش فاهم، بس اللي لاحظته من النظرة الأولى للشاب اللي في الحمام إن جسمه ما يسمحلوش يعمل كده. ممكن يقدر على اللي في المطبخ عشان جسمه ضعيف، إنما قدر على اللي في الأوضة دول إزاي؟ ده قد جسمه مرتين. شاركت أحمد تفكيري وسألته: وده قدر عليهم إزاي ده؟ مش عارف والله يا باشا. طب هاتوا ويلا بينا. ولسه هنخرج من الأوضة سمعت صوت صريخ جاي من الحمام. جرينا على الحمام لقينا الشاب في حالة هياج، عمال يصرخ وعايز يخرج من باب الحمام، بس العساكر كانوا ماسكينه. في نفس الوقت سمعنا زعيق جاي من باب الشقة، واحد عمال يزعق ويقول: سيبوني ادخل، يا عصام، يا مجدي، يا نور. طلعنا انا واحمد وشفنا شاب واقف على الباب وبيحاول يدخل. قلت للعسكري يسيبه، ولما دخل سألته: انت مين وعايز ايه؟ انا اسمي ساهر يا فندم، صاحب مجدي، هو في ايه؟ كنت باصص له وانا بتأمله، وبعدين سألته: انت اخر مرة شفت مجدي امتى يا ساهر؟ من كام ساعة يا باشا، انا كنت معاهم هنا في الشقة على الساعة 10 كده، وبعدين قلت لهم هروح انام ساعتين وارجع لهم بعد صلاة الفجر. هما كانوا بيعملوا ايه هنا؟ ولسه هينطق سمعنا صوت الشاب اللي في الحمام بيصرخ تاني. اتكلم ساهر وقال: ده صوت نور، هو بيصرخ ليه؟ يا نور. كان لسه هيتحرك ويدخل له، بس مسكته من دراعه وقلت له: اطلع استنى بره يا ساهر. طلع وانا بصيت لاحمد وقلت له: شوف لنا موضوع النور ده، خلي الشقه تنور. بنصلح لوحه المفاتيح يا باشا، عشان الظاهر ان حصل فيها قفله. ولعت سجاره تانيه وفضلت واقف افكر ايه اللي يخلي شاب يعمل كده في اصحابه. عقلي كان بيعرض صور من كل اللي شفته من ساعه ما دخلت الشقه. جمعت ساعتها ان انا شفت المشهد ده فين قبل كده. ايوه، حادثه الشاب اللي من عبدة الشيطان. ساعتها كان عندي تخيل مبدئي عن اللي حصل. النور جه في الشقه، اثار الدم كانت على كل الحيطان، كانه كان ماشي يلطخ بايده بشكل عشوائي. دخلنا انا واحمد الاوضه التانيه اللي كانت في الصاله، تقريبا دي الاوضه الوحيده اللي طبيعيه في الشقه كلها. قعدت على الكرسي وقلت لاحمد يجيب لي البواب. دخل البواب قدامي فسالته: اسمك ايه؟ اسمي صبحي يا بيه. ايه اللي حصل يا صبحي؟ والله يا سعادتك انا كنت في سابع نومه، بس صحيت من نص نومي كده على صوت تخبيط جاي من فوقي. قلت يمكن حد بيصلح حاجه في الشقه هنا ولا حاجه، فكملت نوم تاني. لكن صحيت مفزوع بعدها على صوت صريخ عالي قوي. طلعت وقفت على السلم عشان اعرف الصوت جاي منين، لحد ما سمعت صرخه تانيه. عرفت وقتها هي جايه منين. طلعت على نزلة سكان العماره من فوق مفزوعين. فضلنا نخبط ونرزع، محدش بيفتح، لحد ما كسرنا الباب وشفنا اللي جنامك شفته ده. بصراحه كنا خايفين نقرب من نور، كان شكله كده اللهم احفظنا، وقاعد ياكل اللي كان في ايده وعينيه كلها سودة. والعيال دي كانت طالعه هنا امتى؟ حوالي الساعه 10 يا بيه. تمام، امشي انت يا صبحي. خرج صبحي وانا بصيت لاحمد بزهق وقلت له: يخرب بيتك يا شيخ، تصحيني يوم اجازتي من الفجريه على جريمه عبدة شيطان. انا مالي يا ريس؟ طب ابعت حد ساهر خلينا نشوف ايه حكايه العيال دي. خرج احمد وبعد دقيقه رجع وهو مسند ساهر اللي كانت عينيه حمرا من كتر العياط وماشي بالعافيه. عرفت وقتها ان الجيران بره حكوا له اللي حصل. قعد قدامي وفضلت ساكت لحد ما هدي شويه، وبعدين سالته: احكي لي يا ساهر ايه اللي حصل؟ كنتوا بتعملوا ايه هنا؟ وفين اهل اصحابك؟ حضرتك اهل عصام ونور مقيمين في الخليج، واهل مجدي مسافرين البلد عشان عندهم مناسبه. والله انا مش عارف ايه اللي حصل. العياط خنق صوته. ناولته منديل وانا بقول له: امسك نفسك كده وكمل. احنا يا باشا بنعمل فيديوهات على اليوتيوب، هما كانوا في الشقه من امبارح عشان عصام كان هيصور حلقه جديده. طب ما كان صورها لوحده، كانوا متجمعين ليه؟ حضرتك عصام هو اللي بيقدم البرنامج، ومجدي بيصوره، ونور هو اللي بيعمل مونتاج للحلقات. تمام فهمت. طب وانت دورك ايه معاهم؟ انا اللي بكتب سكريبتات الفيديوهات.
طب والحلقة دي كانت عن ايه؟ عن عبدة الشيطان حضرتك. طب وانتوا ما لقيتوش غير الموضوع ده وتعملوا حلقة عنه؟ حضرتك احنا بنعمل عن مواضيع الترند، والموضوع ده كان ترند بقاله فترة بسبب خبر الحادثة المنتشر، ومجدي هو اللي اختار لنا الفكرة دي. طب بالنسبة لصاحبكم نور، ايه اللي يخليه من الناس دول؟ مستحيل يا باشا، نور بيخاف من خياله، ازاي يبقى من الجماعة دي؟ لا وكمان يقتل اصحابه اللي متربيين معاه. اهو ده اللي حصل، يمكن يكون كان منهم ومخبي عليكم. بقول لحضرتك احنا متربيين مع بعض، وكل واحد فينا عارف التاني اكتر من نفسه. طب وانت مشيت ليه بعد ما جيتوا هنا؟ كان بقالي يومين ما نمتش، وموضوع التصوير بياخد وقت، فقلت لهم على ما يخلصوا التصوير هروح انام واصحى على صلاة الفجر هصلي واجي لهم. تمام يا ساهر، روح انت دلوقتي. طب استأذنك انا عايز اشوفهم. لا ما ينفعش، وده لمصلحتك. طب اشوف نور بس، طيب اعرف منه ليه عمل كده. قبل ما ارد عليه سمعت صوت نور بيصرخ تاني من الحمام. بصيت لساهر وقلت له انصحك بلاش دلوقتي، روح وانا هبقى اخليك تشوفه. خرج ساهر وهو بيعيط، وانا واحمد رحنا ناحية الحمام، لقينا نور واقف في نص الحمام وباصص للسقف. دخلت وقفت قدامه وندهت عليه. نور نزل راسه وبصلي، فقلت له عملت كده ليه؟ ما ردش عليا وفضل باصص لي وساكت. فسألته تاني اتكلم، قتلتهم ليه؟ ما اتكلمش وبص للسقف تاني، وبدأ يحرك شفايفه بكلام مش مفهوم. وساعتها قلت له ايوه، يعني عايز توصل لايه باللي بتعمله ده؟ هترميها على المرض النفسي وكده، ولا عايز تخرف بقى وتقول لي ساتن رضى عني؟ اول ما قلت له اخر جمله سيبت في مكانه ونزل راسه وبص لي، وبدأ يبان على وشه الغضب. فجأة صرخ في وشي ومد ايده عشان يمسكني. رجعت خطوتين لورا والعساكر مسكوه. بعدها قلت لهم ياخدوه على القسم. كانت الجثث اتنقلت في عربية الإسعاف، وأنا وأحمد نزلنا من الشقة، وورانا العساكر نازلين بنور اللي مكانش مبطل صريخ ولا مقاومة في العساكر. نزلنا الشارع واتفاجئت بساهر بيجري على نور، كان عايز يوصله بس أحمد مسكه. زعق ساهر في نور بصوت عالي عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ نور هدي وبطل يصرخ، بص لساهر وهو مبرق له وابتسم. العساكر خدت نور على البوكس، وانا بصيت لساهر وزعقت فيه هو انا مش قلت لك روح؟ ما قدرتش حضرتك، كنت عايز اعرف هو ليه عمل كده. طب يلا امشي. ماشي ساهر، وانا بصيت لاحمد وقلت له ما تحطوش مع المساجين، حطه لوحده، وابقى تابع مع الطب الشرعي والمعمل الجنائي يشوف لنا الكاميرا دي لو سجلت حاجه، وانا هروح انام لي كام ساعه كده، يبقى تابع معايا بالتليفون لو حصل حاجه. تمام يا باشا. رحت وفي اخر اليوم لقيت احمد بيتصل بيا. خير يا احمد، حصل حاجه تانية؟ ايوه يا فندم، احنا نقلنا نور المستشفى. ليه؟ هو كان قاعد هادي، لكن مره واحده بدا يزعق ويصرخ ابعدوا عني، طلعوه من دماغي، وفجاه بدا يضرب دماغه في الحيط لحد ما راسه اتفتحت واغمى عليه. طب وحالته ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس، اتخيط كام غرزه كده لكن لسه ما فاقش. طب خلوا عينيكوا عليه، واوعى يستغل وجوده في المستشفى ويهرب. ما تقلقش سعادتك. تاني يوم صحيت ورحت المكتب، لقيت على مكتبي تقرير الطب الشرعي. فتحت وقريت اللي فيه. جثة مجدي ماتت نتيجة الذبح، وعصام مات من كتر النزيف. يعني ايه؟ يعني نور فتح صدره وشال قلب عصام وهو صاحي. التقرير كان بيقول ان كان في جسمهم مادة مخدرة بكمية كبيرة، اكيد حط لهم المادة دي في الشاي، اصل ما كانش فيه اي اثر لاي مخدرات ولا كحوليات في الشقة. في اللحظة دي تليفوني رن، وكان احمد اللي بيتصل. قفلت التقرير ورديت عليه. خير يا احمد؟ نور فاق يا باشا. طب وحالته ايه؟ كويس بس عمال يعيط. طب انا جاي لك. رحت المستشفى، لقيت احمد مستنيني هناك. دخلت الاوضه اللي فيها نور، كان نايم متكلبش في السرير وبصص للحيطه جنبه ومش شايفني. لاحظت ان على ظهر ايده التانيه في علامه، كان وشم، نفس الوشم اللي شفته على رقبه الشاب اللي في الصوره اللي على الفيسبوك.
شديت كرسي وقعدت جنبه وندهت عليه: نور. بصلي وشه غرقان دموع، فسألته: عامل ايه دلوقتي؟ انا مش كويس، مش كويس خالص. عملت كده ليه يا نور؟ عياطه زاد وهو بيقول لي: مش انا، اقسم بالله العظيم ما انا اللي عملت فيهم كده، ده كان حلم. حلم ايه؟ امال مين اللي عمل كده؟ هو كان في حد غيرك في الشقه؟ معرفش، والله ما اعرف. انا كل اللي فاكره اني رحت انا وساهر نعمل شاي في المطبخ، من بعدها مش فاكر اي حاجه. طب احكي لي من الاول. احنا وصلنا الشقه ويا دوبك مجدي كان بيحط الكاميرا وعصام كان بيقعد عشان يظبط الكادر، وانا وساهر رحنا عشان نعمل الشاي في المطبخ. بعدين ساهر قال لي انه هيروح ينام ويجيلنا بعد الفجر. من بعدها مش فاكر اي حاجه، مش فاكر غير اني كنت في حلم شايفني فيه في مشاهد متقطعه. مشهد وانا عياطه زاد واتكلم وهو بينهار. وانا بذبح مجدي، ومشهد تاني وانا بخرج قلب عصام من مكانه، ومشهد وانا باكل قلبه، وبس. والله العظيم ده اللي حصل. انا كنت في حلم، ازاي قلب حقيقه؟ وايه الوشم اللي على ايدك ده؟ رفع ايده بص عليها وقال لي: ما اعرفش والله، انا كان بقالي كام يوم المكان ده بياكلني وكنت بهرش فيه كتير، ما اعرفش الوشم ده ظهر امتى. سكت بعدها وبان على وشه الالم. قام من على السرير وبدا يجيب كل اللي في معدته. احمد خرج ينادي على التمريض، وفجاه نور بصلي وابتسم، وبعدين وشه قلب تاني وبدا يعيط وقال لي: قول له يسكت، بالله عليك قول له يسكت. هو مين ده؟ صوته في دماغي، قول له يسكت. بدأ يصرخ ويردد نفس الجملة: قول له يسكت، قول له يسكت، لغاية ما دخل الممرضين ومسكوه. بعدها الدكتور اداله حقنة مهدئة. خرجت من الأوضة وأنا عقلي مش مستوعب اللي سمعته. ووقتها أحمد سألني: إيه رأيك يا آدم باشا؟ والله يا أحمد مش عارف، أنا قابلت مجرمين كتير بيعملوا نفسهم مرضى نفسيين عشان يبرروا جرايمهم، بس نور إيه الدافع عنده أصلا عشان يقتلهم بالوحشية دي؟ أنت عملت تحريات عنهم؟ حصل، بس كلهم طبيعيين مفيش عليهم حاجة تشككنا فيهم، وكل اللي قاله ساهر عن أهاليهم مظبوط. رحنا القسم وهناك لقيت ساهر مستنيني، وأول ما شافني سألني: نور عامل إيه يا فندم؟ نور كويس ما تقلقش، هو أكيد هيتعرض على اللجنة النفسية، بس يستحسن أهله يشوفوا له محامي. طب هو قال عمل كده ليه؟ هو بيقول إنه ما عملش كده، وإنه مش فاكر حاجة من بعد ما دخل يعمل شاي معاك. هو ما كانش باين عليه حاجة يومها خالص والله سعادتك، بس واحنا في المطبخ قال لي إنه مصدع شوية. طب هو كان بيتعاطى حاجة؟ لا خالص، ده حتى السيجارة ما بيطقهاش. تمام يا ساهر، روح انت دلوقتي. مشي ساهر وانا دخلت المكتب وقلت لأحمد يستعجل المعمل الجنائي في تفريغ الكاميرا. وتاني يوم أحمد جاب لي كارت الميموري اللي كان في الكاميرا، شغلنا الفيديو اللي كان عليه وقعدنا نتفرج. واللي يظهر على الشاشة إن عصام ماسك ورق في إيده وبيعمل بروفا على اللي هيقوله، وكان صوت مجدي ورا الكاميرا بيقول له يقعد إزاي. وبعد دقايق عصام بدأ يدوخ. ساعتها قرب عليه مجدي وهو بيسأله: مالك يا ابني؟ مش عارف، دماغي تقلت فجأة. بس تقريبا مجدي كان بدأ يحس بدوخة لأنه سند على الترابيزة ومسك دماغه. كل ده ونور مش موجود في المشهد. مجدي اتحرك بتقل وهو بيقول: أنا هروح أجيب مية من المطبخ. خرج مجدي من المشهد وبعدها بثواني النور قطع، ولولا نور الكاميرا الأحمر اللي خافت ما كناش شفنا حاجة. الدنيا كانت ضلمة وعصام يا دوبك ظاهر بالعافية. مرت دقايق سمعنا فيها صوت صرخة مكتومة. عصام حاول يقوم من مكانه لكن ظهر نور فجأة في ظهره. بصيت ساعتها لأحمد وأنا بسأله: هو ظهر كده إزاي؟ هي الكاميرا فصلت ورجعت؟ لا يا آدم باشا، الثواني ماشية زي ما هي أهي، يعني ما حصلش قطع. حط نور إيده على كتف عصام اللي اتسمر مكانه. من الدوخة راسه وقعت على الترابيزة. نور كان واقف مدي ظهره للكاميرا وبيرسم النجمة الخماسية على الحيطة.
ولما خلص شال عصام بخفة، خفة مش متناسبة أبدا مع طبيعة جسمه الضعيف. بعدها بدأ يصلبه على الحيطة جوه الرسمة بمسامير. عصام من أثر الدوخة كان بيتوجع بصوت مكتوم زي اللي واخد بنج. ثواني وبدأ نور يشق صدر عصام، وبعد ما خلص خرج قلبه بمنتهى العنف. مسكه بإيديه الاتنين ورفع إيده قدامه، وفي اللحظة دي دخل الكادر شخص غريب. ابتسم نور وهو باصص له ورافع إيده قدامه بالقلب. نزل نور وسجد للشخص اللي واقف قدامه. دققت النظر عشان أحاول أشوف مين ده، بس هو ما سابنيش أركز كتير عشان اتحرك من مكانه وقرب من الكاميرا. كان طويل والكاميرا واصلة لرقبته، وشفت الوشم المرسوم عليها، نفس الوشم اللي على ايد نور واللي كان على رقبة الشاب اللي على الفيس. اتحرك الشخص وبص بوشه للكاميرا وابتسم وعينيه كلها سواد. الشخص ده كان ساهر. بصيت انا واحمد لبعض واحنا مبرقين، وانا بقول في نفسي ازاي. في اللحظة دي رن تليفون احمد ولقيته بيقول: ازاي ده حصل؟ طب خلاص انا جاي حالا. قفل التليفون وبص لي: نور مات يا باشا. طلبت من احمد يطلع بسرعة على شقة ساهر يقبض عليه، وانا هروح المستشفى لنور اشوف ايه اللي حصل. وبعد نص ساعة وصلت هناك، لقيت العسكري اللي على الأوضة قاعد على الكرسي والدكتور بيحاول يعالجه. دخلت الأوضة لقيت نور واقع على الأرض ومدبوح. خرجت بره وسألت الدكتور عن اللي حصل. قال لي إنهم فجأة لقوا أنوار المستشفى كلها بتنور وتطفي. بعدها سمعوا صوت صراخات عالية، ولما وصلوا وشافوا العسكري واقع على الأرض ومضروب بحاجة تقيلة على دماغه، وشافوا نور مدبوح في الأوضة. رحت أوضة التحكم وحاولت أشوف سجل الكاميرات، لكن للأسف ما كانش فيه أي حاجة ظاهرة. الكاميرات كلها كانت سودة في التوقيت ده. الموضوع ما خدش أكتر من 10 دقايق، بعدها نور المستشفى رجع طبيعي والكاميرات رجعت تسجل تاني. يعني إيه؟ مين عمل كده؟ اتصلت بأحمد بسرعة وعرفت إنه قدر يقبض على ساهر. رجعت المكتب واستنيته لحد ما وقف قدامي، وساعتها سألته: إيه اللي حصل؟ بصيلي لثواني قبل ما يقول: بعد ما دخلنا الشقة كل واحد انشغل في حاجة. عصام بدأ يعمل بروفة على السكريبت، ومجدي بيظبط الكاميرا على الحامل بتاعها وبيظبط الكادر، ونور قاعد ماسك تليفونه. كنت باصص له وبتمتم بكلمات ما كانوش سامعيني. نور مسك دماغه وقال: أنا صدعت جامد كده ليه؟ رد عليه مجدي وقال له: طب قوم اعمل لنا شاي يمكن الصداع يروح. قام نور من مكانه وعيني جت في عينيه. مسك دماغه أكتر وهو بيتوجع وبيتحرك ناحية المطبخ. ما كانش قادر ينزل عينيه من عليا. كل واحد فيهم كان مشغول. رحت وراه لقيته واقف في المطبخ ماسك دماغه بايديه الاتنين. قربت منه وانا بضحك وبقول له: مالك يا ابو الانوار؟ مش عارف يا ساهر، راسي وجعاني قوي. مسكت راسه ورفعتها عشان عينيه تيجي في عيني. فضلت مبرق له وقلت له: حاسس بايه؟ قال لي وانا حاسس برعشة جسمه بين ايديا: ساهر انت عينيك مالها؟ عينك اسودت كده ليه؟ سمع صوتي جوه راسه وانا بقول له: حاسس بايه يا نور؟ اترعب وهو بيقول لي: انا زي سامع صوتك وانت قافل بقك. بدأ الوشم يظهر على ايده بوضوح. ساعتها كل رعشة في جسمه سكنت وقلت له: قول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. مالت عليه كل اللي هيعمله. حطيت في جيبه ازازة المخدر عشان يحط لهم في الشاي. بعدها سبته يعمل الشاي ودخلت لهم الأوضة وقلت لهم: أنا هروح أنام شوية وأرجع لهم. بس أنا ما مشيتش. أنا كنت موجود لكن ما حدش كان شايفني. شفت كل اللي حصل وحضرته. شفته هو بيذبح مجدي أول ما دخله المطبخ.
بعدها سمع صوتي جوه دماغه بيقول له: اشرب من دمه بعد ما تفصل راسه عن جسمه. عمل كل اللي قلتله عليه واتحرك للأوضة عشان يروح لعصام. شفته هو بيثبت عصام على الحيطة وبيخرج قلبه وبيقدمهولي. ما هو أكيد ما كانش هيقدر يعمل كده لوحده، كان لازم أمده بقوة مني، قوة مفيش حاجة في الدنيا تقدر تقف قدامها. وبس كده، ده كل اللي حصل. بعد ما ساهر خلص كلامه سألته: وليه خليته يعمل كده؟ واشمعنى نور بالذات؟ يا آدم أنا مش بعمل حاجة بإيدي. آدم استغربت إنه بيقول اسمي من غير لقب، جرأة غريبة طالعة من عينيه، فقلت له: آدم. ضحك وهو بيقول: بصراحة ما بحبش الألقاب، وبعدين ده انت اسمك غالي عليا. ما علينا، اشمعنى نور؟ عشان أضعافهم وأجبانهم، وأنا أعز ما عليا الخصلتين دول في بني آدم. انت شكلك عايز تطلع منها فبتعمل نفسك مجنون. ضحك بصوت عالي وقال لي: بالعكس، أنا في كامل قوايا العقلية زي ما بتقولوا. يعني بتعترف إن أنت اللي قتلتهم؟ طب إزاي؟ ما باين قدامك في الفيديو إن نور هو اللي قتلهم. بس أنت ظهرت في الفيديو، لكن ما مدتش إيدي في حاجة، أنا بشاور بس. أنت عايز إيه؟ اتحرك بتكبر وقعد على الكرسي قدامي وقال: وأنا هعوز منكوا إيه؟ بصلي كويس، قولي شفتني فين قبل كده. ركزت في ملامحه، وأكاد أجزم إن ملامحه اتبدلت بسرعة لأشخاص كتير، بس أكتر شخصية فيهم هو الشاب اللي شفته على الفيسبوك في الجريمة اللي حصلت في أوروبا. جسمي اتهز بس مسكت نفسي، برقت بتعجب وأنا بقول له: طب إزاي؟ ما تسألش كتير، مش هتوصل لحاجة. بص في عيني وساعتها حسيت بصداع، ولقيتني لا إراديا بقرأ آيات من القرآن وبقول في سري: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ضحك ضحكة عالية وقال: مفيش فايدة فيكو. ندهت بصوت عالي على العسكري عشان ياخده من المكتب. دخل وخده، لكن وهو خارج عينيه كانت معايا، كان بيبص لي وهو مبتسم. وآخر حاجة لاحظتها إن عينيه كانت سودة بشكل مرعب. اتحكم على ساهر بالإعدام، لكن لحد النهاردة مش قادر أنسى القضية دي ولا تفاصيلها. يا ترى اللي شفته ده حقيقي، ولا ساهر كان بيجرب تجربة أخطر منه واتقلبت بجد؟ مش عارف، والحقيقة مش عايز أعرف. ونصيحة لأي حد بيسمع: بلاش تجري ورا الحاجات دي، بلاش تقول هجرب مرة ومش هيحصل حاجة، لأنك مش عارف إن المرة دي ممكن تحولك لمسخ ذميم بتنفذ رغبات وطلبات شيطان رجيم. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكر جدا أحمد مدحت على كتابتها، وبشكركم انتوا كمان إنكم وصلتوا معانا لحد هنا. لو القصة عجبتكم اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد دايما. واستنونا في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي الليل.